زيد المدينه ديالي تطوان كتعتبر واحده من انظف المدن المغربيه، وهذا الشيء طبعا ما كنقولوش غير انا او الساكنه ديال تطوان. اي واحد كيزور المدينه ديالنا كيتفق معنا على هذه القضيه وكيقول لنا باللي المدينه ديالكم كتعتبر من انقى المدن المغربيه. وفي هذا الريل هذا غادي نطرحوا واحد التساؤل: شنو اللي كيخلي المدينه ديالنا دائما نظيفه ودائما كتشعل؟ واش المجتمع التطواني كيشوف باللي النظافه هي مسؤوليه فرديه وجماعيه، او الجماعه الحضاريه والشركه اللي مكلفه بالنظافه واللي هي ميكومار وكذلك عمال النظافه قايمين بالواجب ديالهم على احسن وجه؟ وباش نجاوبوا على التساؤل هذا غادي نرجع واحد من جنود الخفاء اللي كيحافظوا لينا على النظافه ديال المدينه. من مور هاد الترانزيشن هذا غادي نتعرفوا على المراحل اللي كتمر منها عمليه التنظيف ديال مدينه تطوان. باش تكون المدينه ديالنا دائما نظيفه ونقيه، الشركه ديال ميكومار مجنده جنود خفاء تقريبا او حوالي 600 موظف وعامل نظافه. المهمه ديالهم يخليو لنا المدينه ديالنا دائما نظيفه دائما كتشعل. كاين ثلاثه ديال لي شيفت: كاين العمال اللي كيخدموا في الفتره الصباحيه في الصباح، كاين العمال اللي كيخدموا في الفتره ديال الظهيره في العشيه، وكاين اللي كيخدم في الليل. وطبعا هادشي كامل باش تكون المدينه ديالنا دائما نظيفه. كذلك كاينه 65 حافله المهمه ديالها هي تنظف لنا الشوارع ديال مدينه تطوان. زيد ما عندي ما نقول اعظم منظفين، اعظم رجال قايمين بالواجب ليل ونهار ونعم النظافه. مدينه تطوان كنبت الحمامه البيضاء ماشي عباتها باللعب، كنعرفوهم كيخدموا مزيان، كندوز في الفجيره انا كنصورهم انا كينظفوا. الحمد لله الساكنه ديال تطوان كتحافظ على النظافه مزيان، ولكن خصنا نضبطوا النظام ديال الزبال يخرج من 8 ل 10 ان شاء الله يا ربي. كاين الناس كتعاون معنا ما كتخلي ما تعمل الجهد ديالها كامل، كل التعامل ديالو كيفاش كيعمل معنا، واش فهمت؟ كاين اللي كيجي يقصد طارو، كاين اللي كيسيب غير من الدار مثلا، من الدار كيسيب من السطح. وباش تكون المدينه ديالنا نظيفه بكل الشوارع ديالها وبكل ازقتها، خصنا حنا كناس مدينه نربيو وليداتنا ونعطيهم الارشادات الكافيه باش نبنيو جيل مسؤول وواعي.